لو سألتك على الكتب الأعلى مبيعا في التغذية، تفتكر مين اللي كتبها؟ دكاترة التغذية؟ الإجابة لأ. اللي كتبوا الكتب الأعلى مبيعا في التغذية دكاترة قلب، بطنة، سكر، نسا، عظام، تناسلية وذكورة، أمراض مناعية. دول الدكاترة اللي كتبوا الكتب الأعلى مبيعا. طب ليه دكاترة الأقسام دي ما عملوش كتب في الحالات المرضية اللي هم بيشوفوها، عن العقاقير، عن الأدوية؟ لأن ببساطة هم لقوا إن المشاكل المرضية اللي بيقابلوها أصلها وعلاجها الاتنين في التغذية. ده اللي خلى البروتوكول العلاجي لأغلب الأمراض المزمنة في جزء لا يتجزأ منها بروتوكول غذائي. بره مصر مفيش حاجة اسمها مريض قلب مش متابع مع دكتور القلب ومع دكتور التغذية، مريض سكر متابع مع دكتور البطنة ودكتور التغذية، مريض ضغط، مريض سرطان، مريض عجز جنسي، مريض التكيسات مبايض، مريض أمراض مناعية، لوبس، ذؤبة حمراء، مريض غدة. مفيش حالة مرضية من الأمراض المزمنة متابع مع دكتور القسم وتابع برضه مع دكتور التغذية. معاكم دكتور حسام عبد العاطي، استاذ مدرس تغذيه السمنه والنحافه وتغذيه الرياضيين وتغذيه الاطفال والحوامل والمرضعات وتغذيه ذوي الامراض المزمنه، استاذ مدرس معتمد في مصر والمملكه العربيه السعوديه. اكون معاكم ان شاء الله وركشوبس عملي كل مرض مزمن المفروض انت تدرس دكتور القسم صلاحيته ايه، وانت دورك كاخصائي تغذيه صلاحيتك كل مرض مزمن. ارجوك جمد قلبك، انت هتاخد الباثوجينيسيس المرض ده عباره عن ايه، وتاخد السيمتومز الاعراض بتاعته ايه، وتاخد الكوزز والريسك فاكتورز الاسباب بتاعته ايه، وتاخد الاستاتستكس الاحصائيات بتاعت في الشرق الاوسط او العالم كله ايه. بعد كده البروتوكول العلاجي في جزء منه مع دكتور القسم، وفي جزء البروتوكول الغذائي ده بيكون معاك انت كاخصائي تغذيه. دي احدث لائحه تغذيه في البورد الامريكي وفي سكوب وورلد هيلث.